السلام عليكم. لنتخيل كده مع بعض شاب شديد الوسامة، أجمل بني آدم على الأرض، لدرجة إن ربة الجمال نفسها بتشوفه جميل وبتقرر إن هي تختاره دونا عن الناس كلها عشان تصاحبه. تفتكروا حياة هذا البني آدم هتكون عاملة إزاي؟ أنا جنة عادل وهي دي السحر. الحكاية بتبتدي بمشهد دموي جدا في أسطورة أورانوس السماء وكرونوس الزمن، كنا اتكلمنا عنها في سحلة قبل كده، لما كرونوس بيخصي أبوه والأعضاء المبتورة دي بتفضل تتدحرج لحد ما توصل لمياه المحيط، وفي المحيط بيتكون حواليها موجة من الرغوة أو الزبد أو الفوم كده، وتفضل الرغوة دي تكبر والموج يوديها ويجيبها لحد ما في الآخر ترسى على شاطئ جزيرة قبرص، ويخرج منها فتاة شديدة الجمال، أو للدقة يخرج منها الجمال نفسه، أفروديت الذهبية. أفروديت بتطلع من المية وبتتمشى على الشط، بتقابل إيروس، لو تفتكروا كان إله الحب أو تجسيد الحب والرغبة عند الإغريق، والاتنين بيبقوا بيست فريندز فور ايفر. في نسخ تانية من الأسطورة بتقول إن إيروس كان ابنها من إيريس إله الحرب، بس المتفق عليه إن الاتنين دول ما كانوش بيفترقوا عن بعض ابدا، وان افروديت كان ليها سيطره كامله على ايروس. افروديت كانت في الاساطير نموذج للفتاه اللعوب، تعشم ده وتصاحب ده وتخلف من ده وتقوم حرب كاجوالي كده زي حرب طروادة because she can، لحد ما بتقع هي شخصيا في فتنه الجمال والحب. في واحده من مغامراتها العديده افروديت بتسوح ايروس يرمي بسهام الحب الذهبيه على ميرا بنت ملك جزيره قبرص، ويخليها تقع في حب باباها. ويقال ان السبب ان ميرا كانت شديده الجمال، وان مامتها كانت ماشيه تتفشخر بيها في كل حته، اللي هو انا بنتي اجمل من افروديت نفسها بقى كده، طب صبرك عليا انت وبنتك. افروديت بتسوح ايروس، بينش ميرا السهم المتين، وبتفقد المسكينه صوابها وبتقع في غرام باباها، بل وبتتحايل لحد ما بتحمل منه. طبعا الملك بيكتشف الموضوع، بيتجنن، هو راخر الطار ولا العار البندق يا جبيسي، انا لازم اقتلك. واللي هو مش اوفر شويه افروديت؟ يعني كنت طلع لها حبايه على مناخيرها مثلا، ولا خلي شعرها يقصف، بدل ما نعمل مأساة إغريقية حرفيا علشان أمها قالت كلمة ما عجبتكيش. المهم تهرب ميرا وبتفضل تجري وتدعي الآلهة ان هم يسامحوها ويرحموها من العذاب اللي هي فيه، لحد ما بتوصل لمملكة سبأ، وهناك الآلهة بيشفقوا عليها فعلا وبيحولوها لشجرة اللي هي شجرة المر. ولكن وبعد 9 شهور ربة الولادة معدية من الغابة بتسمع أنين جاي من الشجرة، البيبي لسه عايش والشجرة بتولد، بتشق ربة الولادة الشجرة ليخرج منها الطفل اللي هيفتن ربة الجمال والفتنة نفسها، أدونيس. برغم ان مفيش اجماع على وصف تفصيلي لادونيس، لكن في اجماع على انه كان اجمل بني ادم عاش على وش الارض، وان جماله ده هيكون سبب مأساته زي ما كان الجمال سبب مأساة مامته. افروديت بتشوف جمال الطفل الاستثنائي ده فبتقع في حبه، اللي هو مالك يا حاجه ده طفل لسه فيه ايه، وبعدين مولود من شجره، يعني هو نازل بمعاناته جاهز مش ناقص دراما. ومع ذلك افروديت بتاخد الطفل تحطه في صندوق وتبعته للعالم السفلي لبرسيفوني. فاكرين بيرسيفوني؟ كنا عملنا لها سحله قبل كده، بيرو حبيبتي خلي النونو ده عندك، مش عايزه حد يشوفه ولا يجي جنبه. ودي لقطه هنرجع لها في الاخر. بتاخد بيرسيفوني النونو وبيقضي ادونيس طفولته في مملكه العالم السفلي، حيث لا شمس ولا قمر ولا نجمه ولا شجر ولا اي وسيله للترفيه الا سيريبروس الكلب ابو 3 رؤوس ده بتاع هيدس. وايفنتشولي ادونيس الطفل بيكبر وبيتحول لشاب شديد الجمال والفتنه، وبتيجي افروديت عشان تاخده. وطبعا وكما هو متوقع بيرسيفوني نفسها حبته وما كانتش راضيه ترجعه. يا بنتي ده انا اللي جايبهولك. ايوه بس انا اللي ربيته. ايوه ما انت ما كنتيش هتلاقي حاجه تربيها لو ما كنتش انا جبتهولك. ايوه ما انت لو ما كنتيش نزلتيهولي ما كانش زمانه عاش لحد ما كبر. لا دي بتاعتي، لا دي بتاعتي، يا سلام يا اختي نعمل ايه، يلا نروح لزيوس. طب يا جماعه بالنسبه لصاحب الشأن نفسه ممكن نساله هو عايز يعمل ايه في حياته، ما يمكن يكون ليه رأي لا قدر الله. مفيش. ودي برضو لقطه هنرجع لها في الاخر. زيوس بيقول لهم بسيطه، خلوه يقضي 4 شهور مع دي و4 شهور مع دوكها و4 شهور يشم نفسه من الوش ده شويه. كتر خيرك يا حاج والله، شكرا. ولكن افروديت مش سالكه، فبتستخدم كل جمالها وفتنتها في انها تغوي ادونيس، فبينتهي بيه الحال انه بيقضي 8 شهور معاها و4 شهور بس مع بيرسيفوني. بيرسيفوني طبعا بتقفش الحوار، فبتقرر تنتقم، بتروح لايريس اله الحرب الاكس بتاع افروديت. ايريس اسكت، مش افروديت صاحبت؟ شكلها مبسوطه قوي، شيز جلوينج. وبعدين بيقولوا وقع على بوزها المره دي، تخيل لحد دلوقتي لسه ما صاحبتش اي حد عليه، هي كانت مصاحبه عليك كام وانتوا مع بعض؟ ايريس بيسمع الكلمتين دول دمه بيغلي وبيحول نفسه لخنزير بري، وبيروح يهاجم ادونيس المسكين ويصيبه بجرح بالغ في فخذه. ادونيس بيفضل ينزف، افروديت ما بتلحقوش، لكن كل اللي بتقدر تعمله انها بتصب كام نقطه من شراب الخلود على دمه اللي مغرق الدنيا ده، فبتطلع منه زهره الانيمون او شقائق النعمان، لحد ما المسكين يا عيني بيفرفر قدام عينيها وبيرجع للعالم السفلي عند مين؟ عند بيرسيفوني. تعالالي يا غالي. وفوق على الارض افروديت بتفقد صوابها تماما، بتختفي النجمه الجميله من سماء الشروق والغروب، وبتمشي في الغابات والوديان نكش شعرها ومقطعه هدومها وعماله تبكي وتنوح على ادونيس. الحريات بيشوفوها بالمنظر ده بيقعدوا يعيطوا معاها
والدنيا كلها بتتنكد لموت هذا الكائن الجميل، وبيطلعوا كلهم هيلا بيلا في مظاهرة كونية يمكن زيوس يعيد نظر في الموضوع ده. زيوس طبعا بيشوف الهوجة دي داخلة عليه، اللي هو يادي ادونيس وزفت، هو احنا ما وراناش غير ادونيس يا جماعة؟ انتوا كلتوا دماغ امه، بصوا منك ليها. ادونيس هيقعد 6 شهور مع افروديت على الارض و6 شهور مع بيرسيفوني في العالم السفلي، وادي ميزان اهو في السماء علشان يحسب الايام بالظبط علشان ما حدش فيكم يحاول يصيع. ومش عايز اسمع كلمة تاني في الموضوع ده بقى، خلاص ورانا بلاوي. وهكذا بيحسم الصراع اللي دار على هذا الكائن شديد الجمال الى الابد، ليقضي ادونيس نص السنة في عالم الموتى ونصها التاني ميت فروم هوم مع افروديت على الارض. وكل ده كان ليه على راي الاستاذ عبد الوهاب عشان جماله. وده يرجعني للكلام اللي ابتدينا بيه السحله دي، برغم ان مفيش تعريف قياسي وعالمي للجمال، وبرغم ان معاييره بتختلف من مجتمع للتاني ومن زمن للتاني، وبتتاثر بالاقتصاد وبتتاثر بالسياسه، الا ان دايما هيبقى في حاجه اسمها جمال، ودايما هيبقى في اشخاص جميله يصادف ان شكلهم بيوافق معايير الجمال دي. والاشخاص دول ليتس فيس دايما هياخدوا امتيازات مش متاحه لبقيه الناس، قبول اجتماعي واسع يخليهم محط رعايه واهتمام الآخرين، ويفتح لهم فرص في الشغل وفي الدراسة، ويديهم امتيازات عاطفية، فرص أفضل في علاقاتهم، بل وممكن يسمح لهم بالإفلات من العقاب أحيانا. ولكن سنة 1997 وضعت العالمتان باربرا فريدريكسون وتومي آن روبرتس نظرية التشييء أو Objectification Theory. النظرية دي بتدرس تأثير التعامل مع البني آدم عموما ومع الستات تحديدا على إنهم مجرد شيء جميل وجذاب بس ملوش اي قيمه بره مظهره الخارجي. طب وبقيه انسانيتي، مشاعري مثلا، شكرا مش مهتمين. طب اهتماماتي وطموحاتي، مش مهتمين والله. طب ارادتي الحره، حقي في تقرير مصيري، ايه؟ طب مواهبي الفرديه، يا لهوي هو في مواهب بعد كده؟ اختصار البني ادمين عموما والستات على وجه الخصوص في مجرد شيء جميل وجذاب يمكن استخدامه لتحقيق منفعة مادية أو جنسية، إما باستعراض الجمال ده والتركيز عليه، وإما بمحاولة إخفائه زي ما حصل في الأسطورة مثلا لما أفروديت خبت أدونيس في العالم السفلي عند بيرسيفوني. التشيء ده بيخلي البني آدم نفسه مع الوقت يتعامل مع نفسه على إنه مجرد شيء ملوش قيمة بره مظهره الخارجي، محدش متوقع منه حاجة غير انه يكون جميل ويفضل جميل بمعايير الجمال اللي موجودة وقتها، ويحارب الزمن وتأثيره الطبيعي علينا كلنا اللي هي حرب خسرانة طبعا. فتظهر مشاكل البودي ايمج او الصورة الجسدية، ومشاكل السيلف وورث او تقدير الذات، وشعور عام بفقدان الإرادة انك ما تملكش حاجة من امرك، لان حياتك كلها رهن بمظهرك ورضا الآخرين عنه مهما كانت كفاءتك التانية. فحقيقي ان الجمال بيدي للناس امتيازات فعلا. أدونيس مثلا في الأسطورة كان عايش معزز مكرم، اتنين من اجمل الستات اللي في الدنيا بيتخانقوا عليه، وجماله عمله استثناء من الموت نفسه في لحظه ما، بس الثمن كان انه فقد حقه في تقرير مصيره، وفقد كل قيمه انسانيه تانية فيه باستثناء مظهره. محدش يعرف حاجه عن ادونيس غير انه كان جميل. ما يمكن كان شاطر في الحساب مثلا، يمكن كان عايز يلعب مزيكا، يمكن كان عايز يطلع دكتور ويفضحنا، ويمكن كان عايز يرقد في سلام عادي وما يفضلش متشحطط بين عالم الموتى وعالم الاحياء. بس كل ده ما كانش مهم، رغباتك مش مهمه، لان انت مجرد شيء، لعبة جميلة نخبيها ونطلعها نلعب بيها شوية وبس. انتوا شايفين ايه؟ الامتيازات اللي بيقدمها الجمال للناس الجميلة وتحديدا للستات الجميلة وزن التكلفة اللي بتبقى واقعة عليهم؟ قولولي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شيروا سحلوا صحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.